استعدوا لزلزال بالمغرب ما شفناه من سنتين يا جماعة. أكبر زلزال كروي في المغرب من ما سنتين. أكبر زلزال كروي. الرجاء والوداد يلي ما بيعرف يا جماعة هول أكبر جمهورين عربيا عبر العالم. مع احترامنا لكل جماهير حتى لا هلالي، لا الهلال ولا الاتحاد ولا النصر ولا الاهلي ولا الاهلي المصري ولا السعودي ولا اي فريق قدام هالجمهورين. جمهورين رعب يا جماعه. انظر الى كركات وداد الان في الجانب الاخر. بالله عليكم انتم يلي برات المغرب، خاصه انتم برات المغرب، المغاربه بيعرفوا، اهل المغرب بيعرفوا شو هيدا الجمهور الصخب، جمهور الوداد والرجاء يا جماعه. شوفوا المنظر، المغربيه بيعرفوا، المغاربه بيعرفوا، بس انا بدي خارج المغرب يتعرف على جمهورها. انا والله ما كنت بعرف هالقد، بعرف جمهور مرعب، بس شفت لقطات وعرفت تاريخهم وشفت الاحصائيات اللي عندهم، التيفو، النظام، الرعب. اول مره حيتلاقوا مع سندان، تعرفوا شو يعني يتلاقوا هالجمهورين، اكبر جمهورين بالعالم، العالم العربي، يمكن ايضا العالم الاجنبي، يتلاقوا هيدا مش تسكو، هيدا حرب يا جماعة، حرب، زلزال مغربي، زلزال كروي مغربي. غاشين حيكون الليلة، حنشاهد صخب جمهوري مش شايفينه قبل برا داخل المغرب. الليلة من بعد سنتين زلزال كروي بانتظارنا بين الرجاء والوداد. جهزوا حالكم والله. جمهور المغرب يخرب بيت الجنون اللي صاير يا جماعة الخير. متخيلين في هذه المباراة توقفت 3 مرات من الحكم بسبب الجنون اللي صاير في مباراة الرجاء والوداد. وبس كذا، حتى جمهور الرجاء يا جماعة الخير في هذه المباراة سوى 5 تيفوهات وكل واحد أفضل من الثاني حرفيا. ما انتهينا، حتى جمهور الوداد يا جماعة الخير سوى 5 تيفوهات تقريبا، ما ادري 4، ولكن كلها جميلة يا عيال. مباراة جدا أسطورية، ما تمنيت ابدا انها تنتهي بتعادل، رغم ان المدرجات كانت صغيره يعني وغير كافيه اننا نشوف هذا الابداع، ولكن شفنا الابداع حرفيا فوق. مع انها صغيره شفنا ابداع ابدا مو طبيعي واشكال جدا رهيب. حرفيا شفنا تحفه فنيه من جمهور الوداد ومن جمهور الرجاء. لايك وفولو، اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، وهدفنا باذن الله يا جماعه الخير ركزوا على نوصل 50,000 باقرب وقت. فاذا شفت هذا المقطع حط لايك، فولو مو لايك، ما نبى لايك نبى الفولو. أهل المغرب هيك كتير عن جد هيدي المرة زودتوها، يعني أفضل مواهب كرة القدم موجودة في المغرب، وكمان أفضل وأجمل الجماهير موجودة في المغرب. عم بحضر ديربي الوداد والرجاء، لك ما بحياتي شايفة هيك جماهير. كتير أندية عندها عدد كبير من الجماهير بس ما بيعرفوا يعملوا أجواء مثل الأجواء اللي بتعملوها. عم تتخيلوا ما أن جمهور الرجاء وجمهور الوداد كل واحد منهم عمل فوق ال5 تيفو بالمباراة الواحدة؟ باقي الجماهير بضلن يشتغلوا لمدة شهر كرمال يزبط معهم تيفو واحد بالمباراة. جمهور الرجاء وجمهور الوداد أفضل الجماهير العربية، وكمان فينا نحطهم بالتوب 5 من أجمل الجماهير في العالم. انتهى العرض، انتهى الإبهار، انتهت الملحمة الجماهيرية بين جماهير الوداد المغربي والرجاء المغربي في ديربي كازابلانكا. قبل ما أكلمك عن الملعب وأقول لك إن المباراة انتهت بال0-0، لازم تتكلم عن عظمة الجمهورين، لازم تتكلم عن جماهير الرجاء المغربي والتيفوهات اللي اتعملت والمسجات اللي اتعملت والشماريخ والإبهار البصري اللي كان في المباراة النهاردة، ولازم تتكلم عن جماهير الوداد المغربي والعظمة والروعة اللي قدموها في المدرج النهاردة. متعة غير طبيعية في المدرج أكتر بكتير من الملعب. لكن كان في حاجة وحشة، كان في حاجة تضايقك وتضايق أي حد بيتفرج، إن كل القنوات اللي نقلت المباراة للأسف ما جابتش العظمة اللي حصلت من الجماهير اللي أنا بعرضها لك دلوقتي. القنوات ما نقلتش كل اللي حصل في المدرج وكانت مركزة على المستطيل الأخضر بس. في المستطيل الأخضر العظمة والمتعة ما كانتش أعلى حاجة، لأن المباراة خلصت بالتعادل السلبي وما كانش فيه أهداف بين الفريقين، والفريقين كل واحد وقع من التاني نقطتين لصالح المنافسين التانيين، والاتنين خارجين خسرانين. وزي ما قلت لك قبل المباراة، ملك ملوك التوقعات ما بتخيبش معاه. كنت قايل لك إن المباراة دي هتخلص تعادل إيجابي 1-1، خلصت تعادل سلبي 0-0، لكن هو التعادل اللي كلمتك عنه والمباراة خلصت بالتعادل. لكن الجماهير يا جماعة، جماهير الوداد والرجاء في ديربي كازابلانكا دايما غير. شوف الملعب مقسوم بالنص بالظبط، نص الملعب أحمر ونص الملعب أخضر. ديربي المغرب العظيم، ديربي كازابلانكا التاريخي، تاني أقوى ديربي في إفريقيا بعد الأهلي والزمالك، وربنا يستر علينا من بعد الماتش من المهالك. الوداد والرجاء، توقعوا نتيجة الماتش كام في الكومنتات.
وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ونلتقي بعد الماتش النهارده. هيدا أجمل ديربي ممكن تحضره بحياتك. منه بس ديربي مغربي، لا، حتى منه ديربي عربي، حتى منه ديربي عالمي، ديربي خاص بالوداد وبالرجاء. شوفوا أجواء الملعب، شوفوا الجماهير المجنونة، شوفوا جنون التشجيع، شوفوا الحب لكل واحد لنديه، شوفوا الطريقة اللي عم بيشجعوا فيها. رح لكم فيديوهات هلا رح تجنوا. الشوط الأول انتهى 0-0 وليكوا أجواء الملعب. تفضلوا، هيدي هلا عم تشوفون لايف. تفضلوا تخيلوا مباراة بشوطها الأول وهيك بعد الأجواء مشتعلة، لأن الجمهور المغربي مش طبيعي بتشجيع فرقه. فكيف إذا كان الوداد والرجاء والديربي البيضاوي؟